عمرك قبل كده كان وراك شغل او مذاكرة وسبتهم وقعدت تعمل اي حاجة تانية ملهاش لازمة؟ كم مرة رحت اشتركت في الجيم شهر ويا دوب مرة مرتين وما عدتش بتروح تاني خالص؟ قررت كم مرة ان انت تبدأ تصحى من بدري واول ما الموبايل يرن تقفل الموبايل تصحى الظهر؟ كتير قلت لنفسك ان انت هتبدأ تقرأ وتواظب على القراية وكلها كام صفحة والكتاب بيتقفل وما بتفتحوش تاني. لو انت عندك اي علامة من العلامات دي اعرف ان الكسل مسيطر عليك ومنعك ان انت توصل لحاجات كتير قوي في حياتك. ان شاء الله في الفيديو ده هنقول خطوات ازاي نتخلص من الكسل. عشان نواجه اي حاجة في الدنيا لازم الاول نفهمها، عشان كده احنا محتاجين نفهم الكسل ونفهم هو ايه مصدره وايه اللي بيخلينا نكسل. طبيعة العقل البشري انه دايما بيحاول يخلينا نتجنب الحاجات اللي فيها تعب ومجهود. يعني اي حاجة فيها مجهود هتحاول تعملها هتلاقي دايما عقلك بيحاول يوقفك، وده مش دايما حاجة وحشة. لو ركزت هتلاقي ان ده سبب في التطور اللي احنا وصلنا له، ومعظم الاختراعات كان سببها الدافع ده، ان البني ادم بيدور على انه يتجنب التعب. زي المواصلات مثلا، البني ادم اخترعها عشان ما يتعبش في المشوار. المشكلة كلها ان ساعات الموضوع بيزيد عن حده وبنكسل نعمل حاجات احنا لازم نعملها عشان نتطور في حياتنا وعشان نبقى احسن. فبنبدأ نكسل عن المذاكرة وعن الرياضة وعن ان احنا نعمل اي حاجة ممكن تفيدنا، مش عايزين نعمل اي مجهود. ودي المرحلة الخطر اللي لازم نتخلص منها ونطلع من كل ده. ان مصدر الكسل هو عقلنا مش جسمنا. خلي بالك من دي، مهمة جدا. السبب اللي بيخليك ما تروحش الجيم مش ان انت جسمك مش قادر يتمرن، ان عقلك مش عايزك تروح. اللي ما بيخلكش تذاكر مش ان انت مش ذكي، انت عقلك بيحاول يتفادى المذاكرة باي طريقة. عشان كده بيحصل الحاجات اللي احنا عارفينها على طول. اول ما تيجي تذاكر بتجوع من غير اي سبب. والدليل على كلامي ده، افتكر كده وانت صغير لما كنت بتصحى عشان تروح المدرسة، كنت بتبقى تعبان جدا ونفسك تكمل نوم، بس لو كان في نفس الميعاد انت صاحي عشان تروح رحلة، حتى لو كنت نايم بعد الفجر كنت هتصحى نشيط وما عندكش مشكلة ان انت تفضل 24 ساعة في الرحلة دي. نفس الحكاية لو انت بتحاول تصحى بدري كتير وكل مرة بتقفل الالارم بتاعك وتكمل نوم، عمرك ما هتقدر تعمل كده وانت عندك امتحان ثانوية عامة مثلا. ليه؟ عشان المايند سيت او نظرة عقلك للموضوع اختلفت. سواء بقى هو شافها ان هي حاجة بتحبها فساعدك انك تعملها، او شاف ان هي حاجة مهمة ما ينفعش تتفوت. بس لما النظرة من هنا اختلفت بدأ الكسل يروح. بعد ما فهمنا ان مصدر الكسل الاساسي هو عقلك، شوية نصايح هتساعدنا ان احنا نقدر نواجه الكسل ده. اول حاجة ان انت يبقى ليك هدف واضح في حياتك، حاجة تعيش عشانها. اكيد محدش فينا جاي الدنيا عشان يفضل عايش بيضيع وقت على الفيسبوك وبعد الفيسبوك ينزل يقعد على القهوة وللبلاي ستيشن. محدش فينا عايز ده اللي يبقى بيعمله في حياته. لو سألنا اي حد هيقول اكيد ان انا عايز قبل ما امشي من الدنيا دي اسيب اثر او اعمل حاجة. انت بقى محتاج تقعد مع نفسك تعرف ايه الحاجة اللي انت محتاج تعملها او اللي انت عايز تعملها في حياتك. لان كل ما الهدف ده هيبقى واضح في حياتك كل ما الكسل هيقل، لان خلاص ما عادش في وقت تضيعه في كلام فاضي. تاني حاجة ان انت تحاول تحب الحاجات اللي انت بتكسل عنها. دايما هتلاقي الحاجات اللي انت بتكسل عنها دي هي اهم حاجات في حياتك اصلا، زي المذاكرة، رياضة، ان انت تخلص الشغل اللي وراك. حاجات لازم كده كده هنعملها وكده كده انت بتضطر تعملها في الاخر، فحاول تحبها. طب ازاي بقى اعرف احبها؟ ابدأ اسأل نفسك انا ليه بعمل الحاجات دي، وايه اللي هيرجع عليا لما اقعد اذاكر مثلا او لما العب رياضة. هتلاقي ان في فوائد كتير قوي للموضوع. هتلاقي نفسك انك لما بتذاكر هتقدر تحقق ذاتك، هتقدر تنجح، هتقدر تعمل حاجات كتير جدا انت عايز تعملها. طيب اللي بيضايقني من المذاكرة هي طريقة الحفظ مثلا او ايا كان. حاول تلاقي طريقة تانية تعرف بيها تحب الحاجة دي، لان لو بدأت تحب الحاجة اللي انت بتعملها مش هيبقى فيه ولا كسل ولا زهق ولا اي حاجة. تالت حاجة اسمها 3 second تكنيك او تكنيك ال3 ثواني. اي مرة انت كسلت فيها عن حاجة مهمة في حياتك، السيناريو اللي حصل كالاتي: انت بتقول انا عايز اقوم اعمل كذا، سواء هتروح الجيم، هتذاكر، هتخلص شغل، ايا كان. اول ما بتقول كده بيبدأ يطلع صوت من جواك كده يقول لك ايه؟ مش مهم بقى المذاكرة دلوقتي، طب ما تقعد على الفيسبوك بس شوية، اصل مش عارف ايه اللي نازل MB3 عليها فيلم حلو. انت رحت الجيم كذا مرة ورا بعض، ريح لك يومين كده وبعدين ابقى ارجع روح تاني وهنكمل مفيش مشكلة. ال 3 second تكنيك بتقول لك اهم حاجة انك تدرك ان الصوت ده طلع لك. احنا زي ما قلنا ان عقلك دايما بيحاول يخليك ما تبذلش مجهود، ده صوت عقلك بيكلمك. لو ادركته اعمل كالاتي: 1 2 3 قوم اعمل الحاجة اللي انت كنت ناوي تعملها.
قوم انزل الجيم ومذاكر ومشتغل، خلص. ما تسيبش فرصة لعقلك يضحك عليك. احنا كل المشكلة ان احنا مش بناخد بالنا اصلا ان هو بيقول لنا كده، مش بناخد بالنا ان هو بيحاول يهبطنا. فخلاص ال3 سكند تكنيك، اول ما تدرك ان الصوت ده بدأ يظهر لك 1 2 3 يلا بينا. رابع حاجة ان انت تبدأ تشوف الحاجات اللي انت بتكسل عنها دي وتخليها عادات. وازاي تخليها عادات؟ ان انت تفضل مدة طويلة بتعملها كل يوم. يقال 21 يوم. لو المذاكرة، لو الجيم، لو اي حاجة بتكسل عنها، حاول ان انت تستخدم كل ارادتك وكل الطاقة اللي عندك ان انت تفضل 21 يوم ما بتفوتش ولا مرة ان انت تعمل الحاجة دي. بعد كده هتستريح كتير جدا. هيبقى اصلا انت بتقوم من النوم بتعمل الحاجات دي اوتوماتيك، وتريح على نفسك الصراع اللي انت بتخش فيه دايما. خامس حاجة ان انت كل يوم بالليل قبل ما تنام تعمل تو دو ليست او قائمة مهام، تكتب اهم 5 أو 10 حاجات انت المفروض تعملهم تاني يوم، واول ما تصحى من النوم وانت لسه عندك نشاط اعملهم. ده هيوفر عليك اول حاجة ان انت تكون خلصت الحاجات المهمة اللي في يومك من بدري، فانتاجيتك في اليوم هتزيد. تاني حاجة ان انت بعد كده لو قعدت على الفيسبوك او خرجت او عملت اي حاجة، مش هيجيلك الاحساس بالذنب ان انت سايب الحاجات المهمة وعمال بتعمل حاجة ملهاش لازمة. هتبقى بتعمل ده وانت عارف تستمتع بيه فعلا. رقم 6 ان انت يبقى عندك في اليوم بريكس في اوقات محددة انت عارفها، او اوقات راحة. ده لسببين. اول سبب ان احنا عقلنا بعد فترة من الشغل بيبدأ يتعب وبيبقى محتاج يستريح. حتى في كتاب اسمه ديب وورك بيقولك ان معادلة الانتاجية معتمدة على الوقت اللي انت بتقضيه في عمل الحاجة مضروب في قوة تركيزك. ممكن تقعد تذاكر 12 ساعة وتركيزك 10%، بس تذاكر 3 ساعات تركيزك 100% وتحصل في ال3 ساعات حاجات اكتر. فانت عقلك محتاج يستريح، بلاش تضغط على نفسك عشان هيجي في الاخر تكسل. تاني حاجة ان انت لو مخطط للبريكس دي وعارف مواعيدها امتى، برضه هتستريح نفسيا لما تبقى واخد راحة ومش حاسس بالذنب ان انت سايب اللي وراك وقاعد بتعمل حاجة ملهاش لازمة. رقم 7 ان انت يبقى عندك ويك اند او يوم في الاسبوع بتسمح لنفسك فيه ان انت تكسل براحتك، وان انت ما يكونش عندك لا مسؤوليات ولا اي حاجة، تعمل فيه اللي انت عايزه. بس اهم حاجة في اليوم ده ان انت فعلا تستمتع، عشان لما يخش الاسبوع اللي بعده يبقى عندك طاقة ان انت تقدر تكمل بنفس الحماسة بتاعت الاسبوع اللي فات. رقم 8 ما يفوتش عليك اكتر من 6 شهور من غير ما تاخد اجازة 4 أو 5 ايام على الاقل، تفصل فيهم خالص عن كل اللي انت بتعمله. ولو عرفت تسافر يا ريت تسافر. الحياة مليانة ضغوطات والنجاح مش سهل، وطول الوقت انت هيبقى عليك ضغط من كل حتة. هنحتاج وقت تفصل فيه عشان ترجع من الاجازة دي تقدر تكمل زي ما قلنا بنفس الحماس. واخر حاجة هقولها لك ان لو الكسل غلبك مرة ما تسيبوش يغلبك التانية. طبيعي ان احنا ممكن في مرة من المرات نقع، طبيعي ان احنا ممكن في مرة من المرات نستسلم، بس ما يبقاش ده هو اسلوب حياتنا ان احنا على طول مكسلين وعلى طول ما بنعملش حاجة. كل اللي انا قلته دي نصايح وحاجات انا جربتها، وممكن تجيب انت طرق تانية وتتغلب على الكسل بيها. بس اهم حاجة عشان تخلص من الكسل ده هو القرار اللي انت تاخده، ان انت من النهاردة مش هتعيش في كسل، مش هتعيش في تأجيل، مش هتعيش من غير ما تعمل حاجة. انت تستحق ان انت تبقى صحتك احسن حاجة، وتبقى بتلعب رياضة ويبقى جسمك احسن جسم، وتستحق ان انت تنجح وتعمل حاجات كتير قوي في حياتك، وما تسمحش لنفسك ان انت ترضى بأقل من كده. واهم حاجة بعد ما سمعت الكلام ده كله ان انت تبدأ تنفذ. يقول لك دايما الناجحين ان هم لما بياخدوا حاجة او بيتعلموا حاجة جديدة بيبدأوا ينفذوها في الواقع. ناس كتير قوي ممكن تكون عارفة الكلام ده بس مفيش نتيجة عشان ما بينفذوش. وخليك عارف ان محدش هيقدر يساعدك الا نفسك. احنا كل اللي هنقدر نعمله لك ان نقول لك اهو الطريق اللي احنا مشيناه، بس محدش هيقدر ينزل يمشي لك الطريق، انت اللي لازم تمشي الطريق بنفسك. ابدأوا جربوا الطرق دي وقولوا لي في الكومنتس ايه رأيكم، ولو حد عنده اي طريقة مختلفة عن اللي انا قلتها يا ريت يكتب لنا عشان كلنا نستفيد بيها. واللي عنده اي سؤال انا هسيب اكونت الفيسبوك بتاعي، يا ريت الناس تبعت لي وتسألني في اي حاجة وانا تحت امرك. واللي عايز يشوف فيديوهات من نفس النوعية دي تاني يا ريت يعمل لنا سبسكرايب ويستنى الجديد. شكرا.